تعال اقول لك على 5 حاجات يخلوك تشتري الجي تور التي 1. اول حاجه شكلها الخارجي وارتفاعها من على الارض اللي بيوصل ل 22 سم، زائد ان انا حاسس ان التصميم بتاع العربيه دي قريب للديفندر. وطبعا لو انت معكش ديفندر ونفسك تركب عربيه عاليه عن الارض وسعرها رخيص وشبه الديفندر، فالعربيه دي سعرها 1,725,000. كمان ان هي بتيجي بموتور 1500 تربو بيطلع 148 هورس باور مع 290 نيوتن متر، فالعربيه دي ادائها كويس على الطريق. ده غير ان العربيه كل الخامات الداخليه سوفت تاتش في جلد في بيانو بلاك، زائد ان انت هتلاقي عندك شاشتين، شاشه العدادات ال 10 انش والشاشه اللي قدامك دي 15 و6 من 10 انش، وحرفيا قد دماغك. تالت حاجه مساحات التخزين كتير جدا في العربيه دي، هتلاقي 2 في البيبان ومساحه تخزين هنا وكمان هنا، وعندك مساحه تخزين هنا، وكمان في مساحه تخزين كبيره هنا، وكمان في ثلاجه، وكمان عندك 2 كاب هولدر. رابع حاجه مساحات العربيه، فالعربيه دي مناسبه جدا للعائلات، زائد ان انت عندك في المساحات الخلفيه هنا مفيش نفق فتيس، فانت تقدر تقعد براحتك وكمان تقدر تمدد وتنام. خامس حاجه ان مساحه الشنطه بتاعتها 574 لتر، ولو تنيت الكراسي اللي ورا ممكن تعتبرها شقتك حرفيا. الشنطه بتاعتها كهرباء. وبس كده، دي كانت 5 حاجات تخليك تشتري جي تور التي 1.